السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي عايزة اتكلم عنه يا جماعة ان الدور شغال في الطيور، سواء فلاحي سواء بلدي سواء فيهم اي حاجة. آه الدور شغال. شايف الفرخ ده؟ يعني مش عايزة اقول لكم، يعني حتى الفراخ الفلاحي بقت الفترة دي بالشكل ده. فاللي عايزة الاحتياطات اللي احنا المفروض ناخدها، او اللي احنا المفروض نحاول، يعني ايه، نحاول ناخدها الفترة دي علشان الطيور الفلاحي بتاعتنا، مش علشان يعني الطيور البيضة او كده. الاحتياطات اللازمة اللي احنا المفروض ناخدها معانا يا جماعة، توم بقى معانا، توم وبصل وبتاع. بتعملي بسيس، تقلبي على البسيس، بتعملي آه بتعملي في المية اي حاجة. المهم ان انتي تحطيها بصل وتوم وهيس ليميون الفترة دي معاكي على قد ما تقدري. كل اللي عنده طيور وكل جميع المربيين يشتغلوا بالموضوع ده دلوقتي، ماشي. هو الرافع المناعة هو العلاج معانا قبل الحدوث الشوطة عندك دي، او هو رافع المناعة والبصل والثوم والليمون والكلام ده. كل ده على كل ده هتعمليه على الاكل او على الميه. حطيتي هي سليميون، يبقى تحطي الخلطه دي كل يوم على الاكل، سواء بقى طيور فلاحي طيور بلدي، اي حاجه، بط فراخ رومي، اي حاجه. يا ريت الفتره دي التوم كل يوم، والبصل ال والبصل والهيس ليميون. اللي عايزه اقوله لكم ان انا ما اكتشفتش الموضوع او سهيت، او الموضوع ما اكتشفتوش غير بعد فتره، فحبيت اطلع اوعيكم. يعني انا كنت بقول لا، ده الفراخ خدت برد، ده الفراخ مش عارف ايه، وعماله الف حوالين نفسي. انا اول مره، طب انا قصرت معاهم في ايه؟ طب انا كله تمام، انا الفرخه دي انا عازلاها من امبارح، ماشي. فاحنا لحد ما اكتشفت ان نفس الدور عندي للفراخ الفلاحي. واللي عايزه اقوله لكم ان هو ما كانش باين عندي كده، ده هي الفراخ كانت تبقى كويسه جدا، وفجاه واحده الاقيها بترقد على الارض وتموت، ماشي. فالفرخه دي يعني من كتر رفع المناعه بقى اللي انا اديته، قعدت تقاوم تقاوم تقاوم، فهو بل هي عندها ايه في الوقت المتاخر. الموضوع مزعج يا جماعة، والله هيخلص على جميع الطيور. فانتي الحقي نفسك برفع المناعة والخلطة اللي انا قلت لكم عليها دي، هو ده العلاج. وربنا يستر يعني على جميع الطيور اللي عندنا يا رب. ويا رب اكون قدرت افيدكم. متنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.